الحركة الوطنية لدعم القيادة السياسية المصرية. طبعا بنتكلم الناس من دمياط في الشارع، بنسألهم على رأيهم في قمة المناخ، وبنسألهم على الوضع الحاضر، وهم مع البلد ولا ضدها ولا ايه. طبعا كل الناس، كل واحد له آراء، ومن حق كل واحد يتكلم. احنا في الديمقراطية، بس لازم كل واحد يبقى عارف البلد ماشية ازاي والنظام ازاي. ومعانا الأستاذ أسامة خليل من دمياط. ايه يا أستاذ أسامة؟ احنا الحمد لله اللي احنا ربنا كرمنا، اللي احنا عندنا استقرار اساسا. او معاك في ازمه اقتصاديه، الازمه الاقتصاديه اساسا على مستوى العالم الدوله مالهاش دعوه به، لان الناس الاشاعات كتير لتهديم الدوله المصريه. اما الرئيس ماشي على طريقه صحيحه، بيشتغل في الدولة كلها حياة كريمة. المدارس كلها اتغيرت، المستشفيات كلها اتغيرت، المؤسسات الحكومية كلها، كل حاجة فوق ما تتخيل. جهد غير عادي، والله المستعان. أما احنا مع الحكومة وقلبا وقالبا، ولا نرضى لمساس الدولة المصرية بأي شأن أيا كان. طب بالنسبة لمؤتمر المناخ، مؤتمر مناخ ده حاجة جميلة وحاجة عظيمة، ونتشرف اللي هو هيتعمل في أرض مصر، لأن مصر محفوظة بإذن الله، وربنا يحميها، وإحنا مع الدولة قلبا وقلبا. طب بالنسبة للدعوات المخربين والخونة اللي موجودين في تركيا وبريطانيا كل دولة أشكال، لنزول 11/11، انت كل رأيك؟ دولة أشكال ولا له أساس من الصح، وأشكال فاضية كلها مرتزقة. كانوا على إن يتكلموا، عامل زي المشجع اللي قاعد يشتم اللاعب وهو ما يعرفش يشوط كوره اساسا. انت طبعا بتشتم لاعب ليه؟ طبعا. ما تنزل على ارض الواقع. انت لو اصلا وطني هتنزل تواجه الفقر وهتواجه الغلا. اما انت جبان، انت مرتزق بتكبر من اجل تبث ايه؟ لهدم الدوله المصريه. مخابرات غربية لهدم مصر، ولكن ان شاء الله مصر محفوظة بإذن الله. مصر محفوظه باذن الله، لان اولا هو الله عز وجل ذكر مصر في القران الكريم اكثر من مره، فمصر محفوظه. وده اساسا يعني حاجه طول عمرها شويه مرتزقه قاعدين يشهروا بتملي الحكومه طول عمرهم. شهروا على الرئيس الله يرحمه جمال عبد الناصر، الرئيس محمد انور السادات. الرئيس محمد انور السادات وهو بحارب بيجيب سينه، هم المرتزقه قالوا عليه خاين وراح اسرائيل. حصل. هو انا عشان اوقف نزيف الدم واروح اسرائيل واجيب ارض وجبت الهدف اللي انا عايزه ابقى خاين؟ فهم دول اصلا طول عمرهم. الواحد من دول اصلا امراته هي اللي ماشياه. يعني لو جت تبص تدخل اي واحد مرتزق بالاشكال دي، تيجي تبص تلاقي الوليه هي اللي ماشياه في البيت. ما هوش قادر للوليه، ما هوش قادر للست في البيت يجي يعمل نفسه كبير ويقعد يبث وكلام فارغ. اما احنا في استقرار. معاك فيه غلاء، والسيد الرئيس معترف اللي فيه غلاء، بس في ايه؟ ازمه عالميه. نعمل ايه؟ حرب اللي هي القائمه الوقت بين روسيا واوكرانيا اثرت علينا شويه، بس ربنا هيحفظها ان شاء الله، والامور هتبقى كويسه ان شاء الله. طبعا بنشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبنشكر القيادة السياسية الحكومة، وبنشكر جميع الوفود من رؤساء الدول المشاركين في مؤتمر المناخ. ونتمنى من الله سبحانه وتعالى النصر، وربنا ينصرنا على الخونة، وإن شاء الله مصر محفوظة. وبشكر الجنرال أحمد طلبة قائد الحركة الوطنية لدعم القيادة السياسية. وكان بنصور من دمياط مع الأستاذ أسامة خليل. وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى نصر مصر، وبإذن الله طبعا ربنا سبحانه وتعالى يعني إن شاء الله مصر منصورة. وبإذن الله بنشكر فخامة رئيس الجمهورية، وبنشكر جنرال أحمد طلبة رئيس الحركة الوطنية لدعم القيادة السياسية. والسلام عليكم ورحمة الله.
ورحمة الله وبركاته.